اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكوا يا أجمل عيلة في الدنيا؟ وحشتوني كتير 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 والله العظيم. يعني غصب عني منزلش حاجة من زمان، مش عارفة أنزل، بس الحمد لله. يا رب يا رب ادعولي أرجع زي الأول وأحسن، من حيث إن أنا أنزل، ومن حيث الصحة، ومن حيث التعب اللي عندي. يلا الحمد لله والله أنا راضية. ربنا يا رب يا رب يا رب يجيب لنا أخبار حلوة كده على نتائج الثانوية العامة، وربنا معاهم. يعني المرحلة اللي عدت كفيلة الواحد. يلا الحمد لله. لازم نحسن من نفسيتنا، ولازم نشجع بعضينا، ولازم يعني الحمد لله رب العالمين. شوفوا عاملين قرص جميلة وجمالة. تعمل نشوف عملنا ايه. بس الأول صلوا على النبي واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. يا أحلى علاء في الدنيا. بشكر كل من سأل عليا، ومن لكل اللي دعالي وإيمان إدريسي. يعني والله العظيم ربنا يبارك لك، ربنا يجازيكي خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، اللهم امين يا رب العالمين. بحبك قوي يا إيمان إدريس. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. المهم أول حاجة كده نخلت الدقيق بتاعنا كويس، وجبت كوباية كده اللي هي دي ما بعملش فيها حاجة، لما بكون عايزة أعمل فيها حاجة مثلا المهم يعني منشورش فيها، يعني هي بتاعة المطبخ، بعمل فيها الحاجات بخميرة، بحط فيها حليب كده يعني. المهم حطيت فيها كيس خميرة مع معلقتين سكر كده كبار، والمية مية دافية يعني فترة كده، عشان ايه؟ لا سخنة تفسد الخميرة ولا ساعة، وكده كده الجو حار يعني. القراص بتاعتنا مخدتش نص ساعة وخمرت الحمد لله. وسيحت سمنة زبدة مع زيت، سمنة بلدي. كان عندي لبن رايب، كنت مطلعه من الفريزر طبعا قبلها بفترة عشان يفك. فقلت عشان ما يكلكعش مني حطيته في الخلاط. والدقيق وبوسية اللي جابت قالت انا اللي هعجن. انا كده كده اعصابي بصراحة ما بعرفش ان انا اتملك قوي، بس ما طقتش برضو عجنت. لازم يعني لازم احط بصمتي. ما اعرفش اسكت كده، اسكت ارتاح لا طبعا ما اعرفش. المهم هي قعدت اقول لها، وبرضه في نفس الوقت انا بعلمها، كل واحده عندها بنوته لازم تعلمها. خلتها تعجن على اللابس قوي قوي في الاول. على فكره هو يعني اهم حاجه في اي معجنات العجين، مش الخبيز ولا الفرد ولا الكلام ده. عايزه تاخدي اي حاجه من اللي بتعمليها تعجني كويس، تعجنيها حلو قوي. اول حاجه تكون على اللابس، بغض النظر عن تحطي بقى ايه، شوفي ايه تحطي ايه، كل واحد ومزاجه. يعني مثلا في ناس بتحط على ده سمسم وشمر، حبة البركة، بتحط حاجات كتير. انا يا دوب فعلا حطيت الخميرة. عايزة احط بيكنج باودر حطي، انا ما حطيتش، حطيت فانيليا. حطيت الملح اللي هو بتاعة المعجنات، بس دي قرص تحط عليها ملح، حط عليها معلقة، انما سكر حط عليها معلقتين. كل واحد بقى هو ايه، وهو حر في حاجته يعني، عشان كل واحدة لها ايه نفس في اكلها، كل واحدة بتحب تعمل ايه في اكلها وكده. المهم خلصتها وعجنتها وظبطتها. شفت زي ما أنا عملت في الاخر كده؟ لازم بقول لكم لازم انني ايه، تعبانه مش تعبانه لازم خلاص يعني خلاص بدأت يعني في حاجة ما بعرفش اسكت كده. المهم خمرت مفيش نص ساعة. هي كده كده سلفتي كانت هي عاملة اصلا، فبتقول لي ده اللي خلاني اعمل. ربنا يبارك لها يا رب وتفرح باولادها. فهي عملت في الاول وانا ساعدتها طبعا في الخبيز. انما آه، بتاعي فجبناه، فما كانتش ايه يعني. لما حطيت سمنه وكده صراحه قالت لي لا شويه، فاضطرينا جبنا حته كمان ولفيناها فيها تاني. هي كانت قرصتها لي شويه في الاول بعد ما خلصت بتاعها، بس سيبناها شويه عشان تخمر كده على ما كنا ايه نخلص اللي في ايدينا. فانا اللي قرصتها بقى، يعني قرصتها زي ما انت عايزه، يعني اكبر من الليمونه شويه، قد السفندية الصغننه كده زي ما انت عايز. في ناس تعملها كبيره شويه، يعني في ناس تعملها آه، قد الليمونه كده يعني. احنا بنحب نعملها كده ونحطها في المكنه بتاعه الخبيز ديت، اللي هي بتاع العيش البلدي، ونعملها في المكنه، نحطها على صينيه ونحط فيها عليها مفرش طبقات كده، ونحط ونغطي نحط ونغطي. فعشان كده الصينيه كانت مليانه، ففرشت على الطبلين. انا كنت بكسرها كده شويه، وبس انا بتاخدها في حطها في ايه في المكنه. طبعا كل الكلام ده وكهرباء قطع، عشان تستغربوا ان جو الدنيا ضلمه، فالكهرباء الحمد لله ربنا يعني يكرمهم كده كل يوم بيقطعوها طبعا. مرة يقطعوا لنا النهار، مرة ساعتين، مرة 3.
لحد ما صراحة الجو عادش لا يطاق، الجو ولع ولعة، واكيد معظمنا كده اللي هم جوه مصر. اللي بره مصر بقى ربنا يا بختهم. تحياتي لكل اللي من جوه مصر وبره مصر، ربنا يبارك لكم يا رب. ويجازيكم كل خير. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هي سلفتي صراحة اللي حطيتها في الفرن. شوفوا القرص وجمالها ما شاء الله، جميلة والله العظيم، يعني تحفة تستاهل بقكم، جميلة طعمها جميل جدا. بحطها في الفريزر، بحطها في كيس كده واحطها في الفريزر. ربنا يديها الصحة، حماتي اللي عملت لي في كيس كده. اقوم حطها في الفريزر لكيس صغيرة كده، واسحب منها زي ما انا عايزة. بتطلعيها تفكها قبلها بس ب5 دقايق، من غير ما تسخنيها، من غير ما تحطها ميكروويف، من غير ما تحطها في فرن، من غير اي حاجة، اكنها صبحة بالظبط. طعمها جميل جدا. هي جميلة اصلا. يعني بتساعدني في حاجات كتير، ما يكون اي عيل جعان ولا حاجة، فبطلع له قرصتين على حتة جبنة على كاتشب وخلاص. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، دي احلى عيلة في الدنيا. مع السلامة.